انت كان رايك ايه؟ انت كان رايك ان احنا كنا نعمل على طول يعني كنت مع نعم ولا مع لا؟ لا، انا اساسا ضد الاستفتاء اصلا. الاستفتاء انا رجل قانون. الاستفتاء من الناحيه القانونيه يعتبر يعني انا مش عايز اقول كلمات ضخمه، لكن دي فضيحه دستوريه. لان اذا قامت ثوره وقامت سلطه على اساس هذه الثوره، يعلموا طالب الحقوق في سنه اولى ان ما فيش حاجه اسمها ان الثوره تطرح استفتاء في اعلان دستوري. ولذلك المجلس العسكري بعد ما نزل الاستفتاء وشغل الناس والناس لعبت اللعبه وخلصت اللعبة، طلع إعلان دستوري وغض الطرف عن نتيجة الاستفتاء كلية. ليه؟ لأن إحنا مش عارفين. وهذا الكلام أنا قلته ساعتها، قلته لقيادة الإخوان، قلته لقيادة ائتلاف شباب الثورة، قلته لقيادة أمناء الثورة، قلته للهيئات اللي كانت موجودة إنه مسألة طرح استفتاء في حد ذاته من الناحية القانونية غير صحيح. واجبات الوقت 3، وانا اكلمكم رجالا ونساء واطفالا وشيوخا ومحمولين على الاعناق، حتى اللي بيخرج متسند واطفال، وانا اولادي من اصغر سن موجودين في هذا. علينا 3 واجبات ويأثم من يتخلف عنها. اول واجب هو ان احنا يوم السبت الجاي ده نروح ونكرس الموافقة على التعديلات الدستورية علشان نخطو خطوة للأمام. مش معقول بعد شهر ونص نرجع لنقطة الصفر أبدا. ومش نقول ونروح من 7 الصبح لغاية 7 بالليل. احنا مرابطين بقدر الاستطاعة، وأسأل الله أن تتمكنوا قدام اللجان وحروف إرادة البلد من إنها تترك مرة أخرى بعد أن من الله بها علينا. لا يكون شكر النعمة أن نرد خناجرنا في صدورنا. يروح الناس يحرصوا يتحركوا الناس من البيوت، وزي ما الأستاذ محمد قال